هنقضيها النهارده اي كلام. مساج يا حبيبتي كده، مساج. طبعا كده الاكل بتاع النهارده كده باظ. بعد شغل البيت ده بقى مين هيعمل لنا احنا مساج؟ والف هنا وشفا. تعالوا قربوا، تعالوا شوفوا. اهلا، ازيكم؟ اتفضلوا معانا. الغدا بتاع النهارده فرخه محشيه تهبل، متدلعه الاول ومتبله ومتحبشه ومحشيه حشوه في منتهى الجمال. بس انا عايزه اقول لكم حاجه، الاكله دي كانت اكله امبارح حصل فيها حته مقلب. المهم خليني احكي لكم عليه وانا بعمل الوصفه معاكم. اول حاجه هنستعمل لحمه مفرومه معصجه موجوده عندي في الفريزر. لو مش موجوده عندكم لحمه مفرومه معصجه، عصجوا لحمه مفرومه حوالي تقريبا كده يبقى تلت كيلو مثلا او اقل. انا بقى موجودين عندي في الفريزر، بطلع منهم واحطهم في الطاسه، احط معاهم شويه زيت زيتون وابتدي بس كده اسخنهم شويه. جزرتين هقطعهم مكعبات، احسن حاجه عشان نقطع مكعبات صغيره ان احنا نقطع شرايح بالطول وبعدين نرتبهم فوق بعض وبعدين نقطع عيدان وبعدين نقطعهم مكعبات بالشكل ده. كل ما كان الجزر صغير كل ما كان احسن. بحطه بقى على اللحمه المفرومه اللي انا سخنتها على النار، بقلبهم بقى الاتنين مع بعض. دلوقتي احنا محتاجين ان الجزر ده يستوي، فهحط له حبه سنه ميه صغيره وهوطي النار وهغطيه. بيستوي على طول، ما بياخدش وقت. عندي بقى دلوقتي حوالي نص كوبايه من الرز البسمتي، انا غسلته ما نقعتوش ولا حاجه، وهقلبه بقى مع بعض. احنا عايزين الرز يستوي نص سوا، وبالتالي بعد ما اقلبه كويس هحط يا دوبك حبه ميه، يا دوبك يعني بس يبلوا الرز كده شويه، وبرده هوطي النار. وبعد طبعا ما احط الملح هغطيها. بصوا بقى بعد شويه انا عايزه القوام بتاعه، يعني لما امسكها تحت ايدي كده الاقيها بتقرش شويه. خلاص انا هطفي كده، الحشوه بتاعتنا جاهزه. نبتدي نحضر زبده الاعشاب. عندي اعشاب طازه، عندي زعتر هفضيه كده من العيدان بتاعته، هاخد الورق بس. وعندي ده الاوريجانو، شايفين دي ورقه الاوريجانو. لو مش موجود الطازه يا جماعه استعملوا ناشف، بس الناشف يبقى كميته اقل من ده. معلقه كبيره زبده ومعلقه كبيره زيت زيتون، ونقلبهم الاتنين مع بعض مع شويه ملح وفلفل. ودي تبقى زبده الاعشاب اللي احنا هنستخدمها مع الفرخه اللي هندلع بيها الفرخه ونحبش بيها الفرخه. طبعا انا جيت دلوقتي علشان اشطف الفرخه، لقيت ريحتها وحشه جدا. خلي بالكم بقى من النقط مهمه عشان تعرفوا الفراخ تبقى وحشه ازاي، من الريحه ومن لون الجلد. وبصوا الجلد عامل ازاي، بصوا الجلد هنا ماهر ازاي. الجلد هنا شكله مش طبيعي في الحتت دي، لا بشعه. طبعا انا كده هضطر طبعا اروح ارجعها للراجل، وعلى ما نتخانق ونعمل كده انا مش هقدر طبعا اطبخ الاكله دي النهارده. طبعا كده الاكل بتاع النهارده كده باظ، لان لازم بقى اروح ارجع الفراخ واجيب غيرها واتخانق مع الراجل والكلام ده كله، فهنقضيها النهارده اي كلام. هنغطي الزبده وندخل الحشو التلاجة لبكره. اليوم التالي على التوالي لصنع هذه الفرخه المحشيه، وجبنا فرخه نظيفه الحمد لله بعد ما اتخانقنا مع الراجل وغسلناها وبقت فله هي بنت ما شاء الله وحسب الله. يلا بقى نحشيها. قبل ما نحشيها عندنا بقى هنا شويه بهارات، عايزين نعمل بالبهارات دي تتبيله حلوه كده عشان نتبل بيها الفرخه. يعني عندنا هنا الاول ملح، وعندنا فلفل بابريكا، وعندنا كزبره ناشفه، وعندنا كمون، توم بودره، بصل بودره، شويه بهارات فراخ، وعندنا شويه من السميق. كل الخلطه الحلوه دي بصوا بقى مع بعض كده، وتعالوا بقى نتبل بيها الفرخه من جوه ومن بره. اول حاجه الفرخه لازم نكون منشفينها كويس جدا، يعني بعد ما غسلناها صفيناها هنشفها كويس من جوه ومن بره بالمناديل، ما نسيبش المناديل تلزق على الجلد. وادي كده الفرخه ناشفه كويس قوي 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 قوي. نيجي بقى هنا ناخد من البهارات دي، نيجي هنا اهو نفتح القلب من جوه ونتبلها كده من فوق. فل. فاكرين بقى الزبده اللي عملناها؟ تعالوا بقى نشوف الزبده دي هنحطها ازاي. هناخد الزبده كده بايدينا، هنوسخ ايدينا معلش بقى كده، ونيجي هنا عند الجلد. شايفين الجلد بتاع الصدر؟ بصابعنا كده هنفتح ونحط الزبده تحت الجلد من غير ما نعور اهو. صوابعي اهي تحت تحت الجلد. بدلكها بقى مساج يا حبيبتي كده، مساج. اتدلعي يا ماما، اتدلعي، ندلع الفرخه. ونيجي بقى هنا كمان تحت الجلد بتاع الورك برضو مساج برضو. بعد شغل البيت ده بقى مين هيعمل لنا احنا مساج؟ مفيش ولا حد هيعبرنا. يلا بقى نحشيها.
فاكرين الحشوه اللي عملناها امبارح؟ هنحط عليها شويه من الكزبره الخضراء، طبعا هي بارده خالص، وجاهزه بقى دلوقتي عشان نحشي بيها الفرخه. بالمعلقه كده ونبتدي نحط جوه. وهنيجي بقى هنا عايزين نقفل الفتحه دي اهي، ادي قفلناها اهي كده. احسن حاجه بقى ان احنا كمان نربط الفرخه بالخيط بتاع المطبخ، الخيط القطن ده بلفه الاول حوالين الرجلين بالشكل ده، وبعدين الفه من فوق الوراك واعمله كروس بالشكل ده، اخليه كده ايه يتقاطع، وارجع انزل من تحت، وبعدين ارجع بقى ايه على الظهر من ورا، اجيب الاتنين الجناحه واروح منزلاهم من تحت كده، واربط بقى الايه الخيط على الرقبه من فوق كده بالشكل ده. الايه الفرخه تبقى متظبطه. انا هحطها في كيس الحراري، هحط معاها شويه ميه صغيرين، هي بتكون جايه بدول كده اهو. الى الفرن. ده بقى ما ترموهوش، ده بقى حشوه تحفه تحفه تحفه. هقول لكم نعمل بيها ايه. انا اخدت جزء من الحشوه هسويه، والجزء ده هحط عليه شويه ذره وشويه صوص مكرونه او صوص بيتزا اللي موجود عندي في التلاجة، ولقيت عندي فلفلايتين كده حلوين هحشي بيهم الايه الحشوه الحلوه دي. بقيه الحشوه على فكره بيستوي على نار عشان نعمله نقدمه مع الفرخه المحشيه. مجرد ان انا هحطه في طبق فرن، هحط لهم شويه مسحه من زيت الزيتون، وفاكرين البهارات اللي احنا تبلنا بيها الفرخه، البهارات دي برضو حلوه قوي، هتبل بيها الفلفل. هحط شويه مرقه في طبق البايركس وهغطيه بالفويل وهدخله كمان الفرن، فدي تبقى اكله اليوم تاني مرة. والفرخه في الفرن بالكيس بينفش، فلازم اخرمه خرم صغير، ريحتها تهبل. انا هاخد الرز المفلفل الجميل اللي احنا سويناه، بصوا بقى جماله، بصوا مفلفل وحلو ازاي. نفرشه بقى كده اهو في طبق التقديم. الله الله الله، مفلفل وتحفه، ريحه الرز تجنن تجنن تجنن. نيجي بقى نفتح الكيس، وبصوا بقى فرختنا الجميله المحشيه، وادي الفرخه اهي. بصوا الجمال انتوا، بصوا الحلاوه، بصوا شكلها. في شويه صوص كانوا في الكيس، ممكن بقى ايه نمسح بيهم على الفرخه كده من فوق، والف هنا وشفا. ادي الفرخه المحشيه بتاعتنا، تحفه تحفه، وريحتها في منتهى الجمال. الفلفل بقى طلع خطير خطير، ريحته وهو بيتشوي في منتهى الجمال. يا سيدي يا سيدي على جمال الفرخه المحشيه يا سيدي. بصوا 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 الجلد الجميل المقرمش، وبصوا الرز المفلفل، وصفه تستاهل بقكم.